نمضي مع عرض سريع للموجز الاقتصادي. اليوم تؤمنه لنا الزميلة هاجر الجلاسي. تفضلي هاجر. شكرا لك وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العرض الاقتصادي. نشر البنك المركزي بعض المؤشرات الاقتصادية التي تتعلق بالوضعية الاقتصادية في تونس لشهر جانفي 16 و2000، وقد بلغت نسبة النمو في تونس في الثلاثي الأخير لسنة 2015 إلى 0.8%. كذلك بلغت مدخرات البنك المركزي من العملة الصعبة ما يقارب 13.332 مليار دينار، أي ما يعادل 132 يوم توريد. كذلك نشر البنك المركزي مؤشرات لتطور بعض القطاعات، وعلى سبيل المثال شهد العجز ميزان التجاري انخفاضا ب 40.6% ليبلغ في الشهر المنقضي 346.8 مليون دينار. المداخيل السياحية هي أيضا شهدت تراجعا ب 49.6% لتبلغ في سنة 2016 في شهر جانفي 56.387 مليون دينار. أما نسبة البطالة فقد شهدت ارتفاعا ب 0.1 لتبلغ في سنة 2016 15.4%، إضافة إلى أن نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية قد تراجعت ب 4.25%. في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تعزيز نفاذ شركات الملابس التونسية إلى السوق الألمانية، انتظمت ورشة عمل بين وزارة التجارة ومركز النهوض بالصادرات. قطاع النسيج يعيش صعوبات، وقد انخفض التصدير بالدينار التونسي في السنة الماضية مقارنة بسنة 2014، انخفض بنسبة 7%. وأظن أن الدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لهذا القطاع وللإحاطة بأكثر من 30 مؤسسة لدخول سوق من أهم الأسواق، هذا من شأنه أن يخلق مواطن شغل أخرى. وافقت كندا على الطلب الذي تقدمت به شركة الخطوط التونسية المتعلق بأحداث خط جوي مباشر بين البلدين، ومن المنتظر أن ينطلق نشاطه مع موفى شهر مايو المقبل بحسب تصريح للرئيس المدير العام للخطوط الجوية التونسية سارة رجب. أنا غيتي من ترانسبور كندا صدر يسمح لنا باش نحطوا الطيارات في البيع، معناها نجموا نبيعوا الأماكن لو 31 ماي ولا كلكو جور بعد لو 31 ماي يبدأ إن شاء الله في الاستغلال الخط هذا. أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني انطلاق مشروع خدمني تربح ب7 ولايات، والذي يهدف إلى تحفيز الشباب وتحسين قدراتهم لإيجاد فرص العمل، باش نعاودوا نرجعوا ثقة الشباب في رواحهم باش يمشيوا يفركسوا على خدمة. كيفاش تحضر في انتروتان، كيفاش تعمل سي في، كيفاش تحضر روحك، هذه حاجة، مي بلوتو كيفاش تعمل الفالوريزاسيون نتاع الاكسبيريونس نتاعك، الفالوريزاسيون نتاع معناتها انت اون طونكو بيرسون. قاسرين وبنزرت ومستير وصفاقس وباجة وسوسة وتونس، هذوما لي غوفرنور اللي كانوا حاضرين معنا في الفورام، واللي باش يصيروا فيهم دي سيونس داكومبانيومون واحدة كان مش أكثر. أما فيما يخص النفط فقد شهدت الأسعار ارتفاعا مع انخفاض إنتاج الولايات المتحدة وأوبيك، بما ساهم في كبح تخمة المعروض بالسوق. هذا وقد تداول الخام الأمريكي في العقود الآجلة عند 34.10 دولار للبرميل. وللتذكير فإن أسعار النفط شهدت انهيارا منذ شهر أكتوبر 2015 لتبلغ ما يقارب 49.32. كذلك في شهر ديسمبر شهد انخفاضا ب 36.83. أيضا في شهر فيفري 16 و2000 في نفس المستوى 31.78. لكن في شهر مارس 16 و2000 فقد شهد تطور طفيف. أقفلت بورصة تونس حصة تداولات هذا اليوم على ارتفاع ملفت لمؤشر توناندكس بنسبة 0.5
مسجلا بذلك 5316.47 نقطة. وقد بلغ حجم الأموال المتداولة أكثر من 6.180 مليون دينار. أسعار الدينار التونسي مقابل العملات الأجنبية كالآتي: عدد الأثرياء في تونس وثرواتهم مع فقرات اقتصاد وأرقام. وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي وعودة إلى مكي. سؤال سريع فقط هاجر، هل أنت من أثرياء تونس؟ يا ريت.